بسم الله. هنحلل مباراة منتخب مصر وزيمبابوي. توقعاتك يا تونسي، كابتن حسام حسن هيبدأ ازاي؟ كابتن حسام هو مش جريء شويه. هو هيبدأ محمد الشناوي، ربيع وحسام ومحمد هاني ومحمد حمدي. في نص الملعب مروان عطية واسمه ايه اللي في قطر ده، حمدي فتحي وزيزو وصلاح ومصطفى محمد ومرموش. ده انسب تشكيل. انت لسه جايبها بره؟ لسه جايبها بره، مش موجود. وامام انا كنت برشح ان هو يبقى يلعب، بس هو فعلا لو خد الشوط الثاني مع كل ماتش وبعد كده هيبدا اساسي، بس هو في اول البطوله ياخد الشوط الثاني. توقعاتك يا فكري، كابتن حسام هيبدأ زي ما التونس قال كده، ولا انت في خلاف في التشكيل اللي قاله؟ لا، انا لو خلاف في ايه، توقعات ولا تمنيات انا ابدا بيه، ولا عاوز لا، هو حسن انت توقعك حسام هيبدأ ازاي؟ يعني توقعك حسام هيدير المباراة ازاي، وايه التشكيل اللي هيقدر يبدأ بيه؟ لا، حسام كده هيخاف، هيبدا بالتين ديفندرات زي ما التونسي قال، وهيلعب بس شايف، معلش، انت متفق مع التونسي في حته ان هو جبان شويه في ايه بقى؟ يعني كابتن حسام حسن جبان في ايه؟ مع ان هو مهاجم ويحب الكره الهجوميه. لا هيخاف على الماتشات اللي فاتت كلها يعني. اسلوبه هيخاف. طب انت بس انا هختلف معاه، هو مش هيلعب حسام عبد المجيد. انا مع ان انا شايف ان هو يلعب، بس هيلعب ياسر ابراهيم، وهيلعب يعني بدايه حراسه المرمى هيلعب الشناوي. متفقين مع الشناوي ومتفقين ان حسام هيعمل كده، بس مش عكس كده. تمام. وهيلعب ياسر ابراهيم، وهيلعب رامي ربيعه، وهيبدا بمحمد حمدي زي ما انت قلت، مش هيلعب فعلا فتوح. وهيلعب محمد هاني، وهيلعب بحمد، وهيلعب مروان، وهيلعب بس هو ممكن يغير شويه لو ما بدأش بمصطفى محمد، يبدأ بتريزيجيه مكان ايه، ويلعب مرموش مهاجم. لكن هيبدأ بزيزو وصلاح، وممكن يلعب مرموش وتريزيجيه، ويخلي مصطفى محمد دكه، عشان هو في بينهم مصطفى محمد تنشنه شويه. توقعاتك للمباراه؟ لا، تخلص 1-0 2-0 منتخب مصر ان شاء الله. توقعاتك يا فكري للمباراه؟ توقعاتي انه هيبقى صعب علينا جدا، لان احنا دايما بنصعب الماتش كلها على نفسنا. النتيجه 1-0 لينا برضه. مش هنجيب اكتر من كده. طيب، ربنا يوفقنا ان شاء الله، وهنشوف الماتش جاي الساعه 9 بالليل، وربنا يوفقنا ان شاء الله. ووفقنا 10 ولا 9؟ 10. طيب ان شاء الله ربنا يوفقنا ويوفق منتخب مصر باذن الله.